الموضوع زاد عن حده كلش. تفتح نتفليكس تشوف اي شيء يطلع لك الوان. فوت ديزني سلم لي كلها صارت الوان. تريد تلعب لعبه مثلا تنسى هذا الموضوع مال الالوان، هم يطلع لك الوان باغلب الالعاب. السلام عليكم، شلونكم شادومون بخير؟ موضوع الالوان بدينا نشوفها بكل مكان، حرفيا بكل مكان. صاروا يروجونه باغلب الاشياء المشهوره اللي غالبيه العالم تشوفه. مثلا مستر بي صديقة حواء وروجوا لهذا الشيء بشكل غير مباشر. سويت فيديو على القناه يخص هذا الموضوع. مستر بيست حرفيا اكثر يوتيوبر عنده مشتركين باليوتيوب، فيديوهاته ما شاء الله كلها بال100 مليون اذا مو اكثر. وبس اليوتيوبر مستر بيست المشكله. مثلا انا عندي لعبه كلش احب العبها اللي هي براول هالا، تقريبا مثل لعبه كي او الشهيره. عموما اللعبه بها شخصيات كرتونيه وانمي، شخصيات مشهوره مثل جون سينا ويانغ من انمي افاتار. فاللعبه كلش احبها بشكل مو طبيعي، حرفيا يوميا العبها. دخلت عليها مره دا العب بشكل طبيعي مثل كل يوم، كان اشوف علم الجيز بداخل اللعبه كلش ضجت، كان اطلع من عنده. حرفيا يريدون يحطون هذا الشيء كل مكان ويوصلون اطباقات الاطفال، وهالشيء ما اقدر اقول عنه بالمستقبل راح يصير، بالعكس هسه جاي يصير وكلش انتشر بشكل كبير. وبعدها تذكرت لعبه سابوي اللي حرفيا كبرت عليها، وعلى الاغلب انت مثلي. لعبه بسيطه كلش وحتى بدون انترنت تقدر تلعبها بكل مكان. فوق ال7 سنوات العبها واحبها. جاء عليها تحديث حرفيا بدون اي شقه، تحولت كلها الالوان مثليه بحيث تلعب اكو علم. اضافوا شخصيات متحوله جنسيا والليسبيانز وكل شيء يخطر ببالك او ما يخطر ببالك. حرفيا لعبه نفسي، وحذفت اللعبه اللي فوق ال7 سنوات العبها. ترى مو بس المسلمين والعرب يكرهون هذا الشيء، حتى كوكوما اجانب حكوا عن هذا الموضوع وقالوا خربت اللعبه وماكو اي داعي يحطون هيك شيء بلعبه هي اصلا للاطفال. واذا رجعت ديزني الشركه العملاقه للانيميشن، تلقي رئيسة ديزني بنفسها صرحت وقالت انه ابنها مثل الجنس، وراح يسوون او حتى سووا افلام اللي اصلها للاطفال بها اشخاص متحولين. وجدت هذه الافلام هو فيلم باز يطير من سلسله تويس على حسب ما اتذكر، ويشوفون هذا الشيء طبيعي للاطفال، وهو بالعكس مو طبيعي. واغلب الاديان تلفي هذا الشيء. لازم ننتبه اكثر لان هالشيء صار كل مكان، وانتبه على اطفالنا شنو جاي يتفرجون. هذا الزمن صار تطير ايباد طفلك مثلا وتعوفه على مود يسكت، بس لازم ننتبه اكثر. هالشيء صار خطر جدا بشكل مخيف. انا انسان احب الانمي، وخصوصا انمي قاتل الشياطين. كملت الموسم الاخير وفرحت وحزنت بنفس الوقت لين انتهى الموسم. جيت ابحث عن موعد الموسم القادم، فبالصدفة طلع لي هذا الفيديو. حرفيا حتى هذا الانمي حطوا بعالم الالوان، يعني يريدون يوصلون اكبر من شكل الى كل الناس بكل المجالات. اذا نجمع كل شيء راح نشوف انه المليار الذهبي له علاقه بكل هذه الامور. المليار الذهبي هو بكل اختصار يريدون يقللون التكاثر البشري ويقللون عدد البشريه على الارض. مع الاسف نجحوا بشكل كبير جدا بهذا الشيء، والان يريدون يوصلون للعرب بشكل اكبر. ان شاء الله اشرح عن هذا الشيء بشكل موضح اكثر بالفيديوهات القادمه. هنا وصلنا للفيديو، لو عجبك حط لايك واشتراك ليصلك كل جديد. وبس مع السلامة.